قبل عدة سنوات زرت أصدقاء لي ساكنين في بيت ريفي قديم، ما كنت مبلغهم إني جاي، ولما وصلت كان عندهم ضيوف. صديقتي إيلا عرضت علي غرفة ضيوف صغيرة نادر يستخدمونها، وإحنا نقول تصبح على خير. قالت لي بشكل عادي تأكد تقفل الباب ولا ممكن ينفتح لحاله. ضحكت واعتبرتها مزحة، قفلت الباب ونمت. لكن ديك الليلة نومي كان متقطع، نص حلم ونص وعي. وفجأة عرفت إني صاحي، حسيت بأيادي تلمس وجهي، ناعمة تتحسس كأنها تدور شيء. حاولت أبعدها بس ما كان في شيء. بخوف شغلت النور، الغرفة فاضية. قلت لنفسي مجرد حلم، وبطريقة ما رجعت نمت. الصباح صحيت ولقيت الباب مفتوح على وسعة، نفس الباب اللي قفلته. وقت الفطور حكيت لإيلا كل شيء. شحب وجهها، قالت حتى أنت؟ عشان كذا ما نستخدم هالغرفة. قبل سنين كانت عايشة هنا امرأة عمياق، كانت هذه غرفتها. ماتت صغيرة، لكن الناس يقولون إنها ترجع، دايم تتحسس شرشة في السرير قبل ما تنام. وأضافت بهدوء هي ما أذت أحد أبدا، لكن وأنا جالس هناك حسيت ببرودة تزحف على مؤخرة رقبتي. ومن ذيك الليلة صرت أؤمن بالأشباح.